المشكلة يعني فقط أقول أخيرا قبل أن نختم، المشكلة عند الوهابية. قبل قليل عندما يأتي الأخ أبو عائشة ويقول بأنه نحن إذا صح التعبير نرد على الألباني ونرد على شعيب ونرد على البخاري. طبعا كما قلت لأنه البعد المزاجي دكتور يتلاعب بهؤلاء، وإلا مثلا على سبيل المثال جملة من الكرامات التي يعمدون إلى إلصاقها مثلا بجملة من يقدسونهم، على أرض الواقع التحقيقي المسألة تختلف. يعني على عجل القضايا كثيرة جدا سوف نفرد لها حلقات إن شاء الله فيما بعد قضية السيدة الطاهرة فاطمة سلام الله. لكن على عجل أذكر للمتابع العزيز نموذج على عجل في قضية كون أن عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وهي بكر، هذه القضية والتي كانت تفتخر بها على فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، إن أباك تزوج أمك وهي ثيب، في حين أنه تزوج عائشة وهي بكر. دقق معي هذه القضية بالمقلوب تماما، وإلا فإن خديجة تزوجها الرسول وهي بكر وعائشة ثيب. الدليل على ذلك على عجل. أقول في كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد بن منيع الزهري المتوفى 230 الجزء العاشر في النساء، تحقيق الدكتور علي محمد عمر الخانجي. لاحظ تعال هنا إلى صفحة 59 وأيضا على عجل أمام المتابع العزيز. قال أخبرنا عبد الله بن النمير عن الأجلح عن عبد الله بن أبي مليكة، وعندهم إشكال فقط في الأجلح سوف نبينه على عجل بعد قليل. قال خطب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عائشة إلى أبي بكر فقال يا رسول الله. من أبو بكر؟ قال لرسول الله إني كنت قد أعطيتها مطعما لابنه جبير بن مطعم. طبعا هذا أين؟ في بداية الجاهلية، يعني عفوا في بداية رسالة الرسول يعني بعد الرسالة لم تنتشر يعني في أوائل البعثة. أحسنتم. يقول فدعني حتى أستلها منهم، يعني استلها منهم فطلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه فطلقها. مطعم أو جبير بن مطعم كان مشركا ولذلك هم يقولون بأن الرواية لا إشكال فيها، لأن رسول الله عندما طلبها يقولون كيف طلب امرأة متزوجة؟ طلب امرأة متزوجة. قالوا نعم لأن زوجها بالنتيجة ماذا به؟ مشركا. دقق معي. فيصح حينئذ ماذا؟ تزويجها. ارجعوا إلى كل الشروح في المقام تقول بأن الرواية ماذا بها؟ تخريجها هذا. ولذلك عندما تأتي أنت إلى قضية الأجلح على عجل ببساطة، عندما نأتي إلى الجرجاني قال له أحاديث صالحة ولم أجد له شيئا منكرا مجاوزا لحد الإسناد ولا متنا. أحمد بن صالح الجيلي يقول كوفي ثقة وأمره جائز. ابن حجر العسقلاني قال صدوق شيعي. قال عنه الذهبي لاحظ هو موثق. قال عمرو بن علي الفلاس مستقيم حديث صدوق لاحظ. قال عنه في التقريب التهذيب ضعيف لكن يعتبر به. يحيى بن معين قال ماذا؟ ثقة. وقال صالح يعقوب بن سفيان في المقام قال ثقة حديثه لين، لكن بالنتيجة مجمع على توثيقه، فالحديث حديث صحيح. عندما تأتون أنتم إلى هذا الحديث يبين كل مستوى الأكاذيب التي وضعت بعد ذلك، أن الرسول تزوج عائشة وهي بكر. لا عزيز، تزوجها وهي الحلم. كله كذب دكتور، لأنه في المقام دقق معي كيف يتزوجها جبير في المقام ابن مطعم وهي ماذا؟ وهي ليست إذا صح التعبير مستحقة للزواج، يعني كانت طفلة. لاحظ كل ذلك وضعوه بعد ذلك حتى يبينوا لنا ماذا؟ فضل عائشة، وأن الرسول كان قد تزوجها رغم أنها صغيرة في العمر، في حين أنه تعال أنت إلى أي إنسان عاقل بالله عليك لا أي إنسان لديه مستوى من العقل، لا نتحدث عن رسول الله، يقبل أن يتزوج بنت 6 سنوات 9 سنوات ثم ينتظرها في بيته 3-4 سنوات؟ بالله عليك كما يقال ما هذه الشدة؟ وما الذي يجبرك في المقام؟ كل ذلك وضعوه أولا تسقيط لمقام رسول الله، أن رسول الله كان عاشقا لمن؟ عاشقا لعائشة إلى حد النخاع، إلى درجة أنه لم يستطع أن تتزوج غيره البتة حتى تبقى ماذا؟ حتى تبقى تحته هذه 3 سنوات. كله كذب أحبتي، وإلا الرواية فقط دقيقة واحدة قال منهم قال فاستسلها منهم
فطلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى عائشة. بعد ذلك سوف نثبت لكم أيضا بأحاديث كون أن خديجة صلوات الله تعالى تزوجها رسول الله وهي بكر وليست إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.